بيحسب نفسه على يعني القرار. طيب احنا هناخد يعني تقرير من الشارع عن رد الفعل لترشح المهندس خيرت الشاطر، نشوفه ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معانا. ايه رأيك في ترشيح الإخوان لخيرت الشاطر للرئاسة؟ شيء طبعا غلط جدا. اولا خيرت الشاطر ده كان محبوس، بقاله كام سنه محبوس، ما يعرفش حاجه عن الشعب. المهندس خيرت الشاطر كشخصيه ده غبار عليها، ولكن كوضع سياسي للبلد دلوقتي ووجود الاخوان ترشيح اخوان المسلمين لمرشح رئاسه ممكن يعمل تعارض مع بعض الاحزاب السياسيه داخل المجتمع المصري دلوقتي. يعني قرار مش مناسب صراحه. ترشيح اي حد مش شرط مين هو الشخص، اهم حاجه ان يعمل لنا برنامج احنا نقتنع بيه. احنا مش شايفين اي برامج ممكن الواحد يقتنع بيها او يقول ان هو ده اللي ينفع وما ينفعش. كل دي اشخاص يعني عرفناها اليومين دول، ما عرفناش قبل كده. هو خيرت الشاطر بني ادم يعني ذو قيمه عاليه جدا، وانا من مؤيدينه طبعا. والله حضرتك هو جه في توقيت غير مناسب خالص. يعني هو المفروض ان احنا طالما قلنا انتخابات يبقى الاحزاب الاسلاميه كلها تتوافق على شخص معين من اجل ان احنا يكون لنا هدف واحد، ان هو الصوت واحد في الاخر. شايف ان كثرة المرشحين الإسلاميين ممكن يؤدي إلى تفتيت أصواتهم؟ لا بالعكس. يعني انا شايف ان هو هيبتدي كل واحد انا شايف هيبقى في مبادرات وفي مناظرات بين المرشحين، وكل واحد يقدم الاجنده بتاعته، ما لهاش علاقه. يعني اكيد بلا شك طبعا، اكيد بلا شك. بلا شك اصلا بدل ما يبقى اتجاه واحد يبقى اتجاه في عده اتجاهات. يعني هو اصلا اصوات الناس اللي هي ادت اصواتهم للاخوان المسلمين كلها اتفتت. يعني اذا هم المره اللي فاتت عملوا مثلا 60% 70%، المره دي مثلا مش هيعملوا 20%. لا طبعا ده ممكن يقويهم كمان وهيساعدهم على التجمع. يعني شايف من وجهة نظرك مين الأقرب للفوز بمنصب الرئاسة؟ صاحب الاجنده الكويسه اللي فيها برنامج اقتصادي وبرنامج سياسي وبرنامج امني، هو ده اللي هنرشحه. والله لو الانتخابات سليمه انا اتوقع الشيخ حازم صلاح واسماعيل. يعني مجلس شورى العلماء بيدعم حازم صلاح واسماعيل، والاخوان بيدعموا خيرت الشاطر، فاظن ان هم اقرب اثنين. الوحيد اللي يقدر يشغل البلد في ثانيه ساعه ما يدوس على زرار عمرو موسى او سليمان، بس هم الاثنين دول اللي هيدوسوا على زرار يشغلوا البلد. اي حد ثاني جاي المصلحه شخصيه.